يلا بينا نعمل تتبيلة للفراخ المشوية من اللي قلبكم يحبها. الطريقة دي أنا بعتمدها على طول لما بكون حابة أعمل فراخ مشوية كده في السريع، وخاصة لو بعمل فرخة واحدة مش بعمل كميات يعني، فمش مستاهلة إن أنا أولع فحم وهو بياخد وقت طويل قوي في السوا. يلا ندخل في الوصفة على طول. اول حاجة عندي بصلاية متقطعة وطماطماية كمان وقرن واحد بس من الفلفل الحار. واللي ما بيحبش الحار ما تخافوش، مش هيخلي الخلطة سبايسي قوي ولا حاجة، بس هو بيبقى ليه نكهة حلوة قوي في التتبيلة. هنزل بكل دول في الكبة، وبعد كده هحط فنجان صغير من الزيت. ده الفنجان اللي هو بتاع القهوة الصغير، واقل منه هضيف خل، وزيه بالظبط هضيف حليب. لو مفيش حليب ممكن تضيفي معلقة كبيرة من الزبادي، وهضيف كمان نص عصير ليمونة ومعلقة كبيرة من دبس الرمان وكمان معلقة من الثوم المفروم. نيجي بقى للتوابل، معلقة كبيرة من الملح، وهضيف كمان مجموعة من التوابل كلها أحلى من بعض، والميكس ما بينهم بيدي نتيجة جميلة قوي. هكتبه لكم في الكابشن. بعد كده عندي الفرخة الضحية، عامله لها فتحات كده من عند الفخذ ومن عند الدبوس، وكمان فتحات من نص الصدر، فتحتها هي نفسها يعني من نص الصدر، وكمان فتحت الدبوس كده بالطول، وكسرت العظمة بتاعته عشان زي ما قلت لكم انا مش عايزاه ياخد وقت طويل معايا في التسوية. كمان الصدر من قدام كنت مشرحاه. هحط الفرخة بقى وهنزل عليها بالتتبيلة، وندخل التتبيلة في كل الأجزاء اللي احنا فتحناها، وكمان نوزعها كويس تحت الجلد. عايزة اقول لكم ان التتبيلة دي تكفي لفرختين. انا تبلت الفرخة دي وهشيل الباقي منها في الفريزر علشان يكون جاهز معايا لما احتاج اتبل فرخة كمان، اطلعه واستخدمه على طول، بدل ما انا يعني افضل اعمل في التتبيله من الاول. الحاجات اللي زي كده بتكون جاهزه معانا في الفريزر للاستخدام على طول، بتنقذنا في الاوقات اللي مش بيبقى عندنا وقت فيها ان احنا نحضر حاجه يعني. اتعودوا دايما كمان لما تتبلوا الفراخ تسيبوها في التتبيله مش اقل من 6 ساعات، لانه بيفرق جدا في الطعم. انا غطيت الفرخه وهسيبها ليله كامله على رف التلاجة. تاني يوم بقى انا جهزت عندي صينية هضيف فيها فصين من الحبهان وورق اللورة وكمان روزماري وفلفل اسود حب، وكمان ملح. هضيف عليهم مية سخنة، وهجيب الشبكة واحطها فوق الصينية واحط الفرخة فوقيها. وفي الوقت ده انا مسخنة الفرن بتاعي، يعني من قبل ما ادخل الفرخة بحوالي 10 دقايق كنت فاتحة الشواية وفاتحة الفرن من تحت. هدخل الفرخة على الرف الأول اللي هو قبل الوسط من تحت، علشان ما تاخدش معايا الفرخة وش بسرعة. لو كانت قريبة من الشواية تاخد وش بسرعة وهي يكون لسه ما استوتش، فأنا هحطها في الرف الأول. وبعد نص ساعة هقلبها على الجنب التاني عشان الوش ده ياخد هو كمان تسوية ولون. وبس كده بعد ربع ساعة هتكون استوت ان شاء الله. هناخد بقى الصينية نفضي كل السوائل اللي فيها ونحط فيها فحمة مولعة وننزل عليها بشوية من الزيت، وهرجع الفرخة فوق الفحمة وهغطيها لحد ما الدخان ده يهدى. شوفوا بقى الحلاوة، انا قدمتها مع بطاطس وكان شكلها حلو قوي زي ما انتم شايفين. بصوا بقى الوش الاول اللي كان مقابل للشواية شكله ازاي. شوفوا التتبيلة جوه الصدر، والله ريقي جري وانا بكلمكم، مستوية حلوة قوي. بصوا الدبوس العظمة عشان كانت مكسورة فما نشفش ولا لحمته خست، بجد تتبيلة حلوة قوي وطريقة في التسوية حلوة جدا. متأكدة انه هيعجبكم لو جربتوه. وكمان طريقة التسوية عليها عامل في النتيجة ومدة التتبيل، كل حاجة قلتلكم عليها ياريت تحاولوا تنفذوها، هتدي معاكم احسن طعم باذن الله. انا سارة هلال، اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتتابعوني.